بيبدأ الفيلم في انجلترا في عشية عيد الميلاد بظهور بابا نويل السحري بيشرب مشروبه المفضل في كازينو في المدينة، وبيكلم بابا نويل تاني. وبعدين بيسيب لعبة لابن الست اللي بتشتغل في الحانة، وبتخرج وراه وبتلاقيه بيركب عربيته السحرية والغزال بيجرها. وبتظهر ترودي البنت الصغيرة في العربية مع أسرتها، وبيتمشوا بعربيتهم في المدينة. وبيقابل مستر آل، وبيدخلوا بعربيتهم للقصر بتاع والدته عشان يتعشوا في ليلة عيد الميلاد. وبيظهر بيرت الولد الشقي بيتكلم في التليفون، وبتظهر جدته ترودي العصبية، وبيبدأوا يتعشوا. وبنشوف بابا نويل بيجهز عربيته تاني، وبيبص في الليستة بتاعة عيد الميلاد عشان يوزع الهدايا ويجهز نفسه عشان يقابل الأطفال. وبتدخل ترودي عشان تنام، وبيديها أبوها جهاز لاسلكي هدية عشان عيد الميلاد. وبيسمعوها بتتكلم مع بابا نويل، وبتتمنى منه أمنية إن عيلتها يتلم شملهم من جديد. وبيدخل بابا نويل بطريقة سحرية لبيت ترودي من مدخنة البيت، وبيستمتع بالأكل اللذيذ اللي بيلاقيه في البيت. بعدها بنلاقي رئيس عصابة كبيرة في البلد بيضرب حارس الأمن، وباقي أفراد العصابة بتحاول تجهز نفسها لاقتحام بيت ترودي. وبيقتل رئيس العصابة كل أفراد الأمن، وبيتجمع بالعصابة بتاعته عشان يبدأوا اقتحام بيت الجدة ترودي. وبيبدأ بابا نويل يسمع صوت ضرب نار، وفي الوقت ده بيبدأ حراس الجدة ترودي في حمايتها، وبياخدوها لمكان آمن عشان يحموها لأنها من أعضاء الكونجرس الأمريكي. وبيوصل ليهم سكروج رئيس العصابة وبيضرب الحراس، وبيوصل واحد من العصابة غرفة ترودي، وواحد تاني بيوصل لمكان الدفاية اللي كان عندها بابا نويل، وبيهاجم بابا نويل ويضربه. لكن بابا نويل بيسيطر عليه وبيهاجمه، وبيستخدم مهاراته وبيخلص على أول واحد من العصابة. وبيتفاجئ إن العربية بتاعته مع الغزلان سابوه ومشيوا. وبيضرب سكروج رئيس العصابة جد ترودي وبيحتل البيت، وبتقوله إن في فريق حراسة خاصة جاي في الطريق عشان ينقذهم ويخلص على العصابة. وهو بيقول لها إنه جاهز ليهم، وعارف إنها شايلة 300 مليون دولار في البيت، وإنها سرقته من الحكومة. وبيبدأ فريق العصابة في إجراءات فتح الخزنة، وبعدين بيكتشفوا موت واحد من أفراد العصابة. وبيهاجم بابا نويل على واحد تاني من العصابة، وبيستخدم ألاعيبه السحرية في مهاجمته وبيخلص عليه. وبعدين بيمسكوا التليفون عشان يطلب المساعدة، لكنه بيتفاجئ بصوت ترودي بتكلمه وبتطلب مساعدته، وبيقول لها إن اسمك مكتوب في قائمة البنات الشطار وليكي هدايا عندي. وبعدين بيوعدها إنه هيساعدها. وبيوصل لرئيس الأمن لكنه بيتفاجئ إنه ميت. وبعدها بيتصل رئيس العصابة بسانتا كلوز وبيقول له سلم نفسك، لكن بابا نويل بيقول له سيب الأسرة واطلق سراحهم، لكنه بيرفض. فبيقرر إنه يواجه العصابة، وبيرجع للأسرة ويطلب منهم إنه يعرف مين هو بابا نويل اللي بيواجههم وبيهددهم. وبيضرب بابا ترودي، وهنا بتتدخل ترودي وبتقول لهم إن بابا نويل هيجي ينتقم منهم، وإنها بتكلمه في التليفون. ومامتها بتقول لها إن سانتا مش حقيقي وإنها بتكلم وهم، فبتزعل وبتجري من العصابة. وبيبدأ سانتا في معالجة جروحه والاستعداد للمعركة ضد الأشرار. وبيتعب سانتا وبينام، وبتتصل بيه ترودي وبتقوله إنها مستخبية من الأشرار، وبيطمنها ويقول لها إنه حقيقي وإنه هيساعدها. وواحد من أفراد العصابة بيطلب من الأسرة إنهم يفتحوا الهدايا بتاعتهم اللي كانوا جايبينها للجدة جيرترود، وبيبدأوا يفتحوا هداياهم. ومن الهدايا بتلاقي رسالة شخصية من جيسون وبتشيلها معاها. وبيحكي سانتا لترودي عن تاريخه القديم، وإنه كان محارب شرير وبيحارب من أجل السرقة والبحث عن الكنوز القديمة، لكنه بيحاول يصلح من نفسه وتحول لسانتا كلوز. وبتطلب منه انه يستخدم مهاراته القديمة في القتال لإنقاذ أسرتها. وبيظهر فريق من الحراس المسلحين اللي بيشتغلوا عند الجدة جيرترود عشان يروحوا ينقذوها. وبيبدأ سانتا في مطاردة أفراد العصابة، وبيكتشفوا مكانه وبيحاولوا يقتلوه، وبيمسكوه ويربطوه في الكرسي، وبيفتحوا كيس الهدايا اللي معاه. وبيقابل سكروج وبيحكي ليه عن تاريخه وإن ليها أسماء كتير. وبياخد سكروج كيس الهدايا بتاعته وبيحرقه في النار. وبيحكي سكروج لسانتا انه كان فقير ومش بيتمتع بهدايا الميلاد، وتحول لسارق ولص ورئيس عصابة. وبتساعد ترودي سانتا، وبتخدع العصابة بشوية اسفنج وبيفكروا انه تلج. وهنا بيهرب سانتا، وبيوصل فريق الانقاذ، وبيهرب واحد من الرهاين وبيقابل فريق الانقاذ، لكنهم بيفكروا انه من العصابة وبيقتلوه. بعدها بنتفاجئ ان فريق الانقاذ بيشتغل مع سكروج
ومع العصابة بتاعته، وبيبدأ سكروج يأمرهم انهم يبحثوا عن سانتا، وبيشوفوه على السطح وبيحاولوا يقتلوه، وبينجحوا انهم يفتحوا الخزنة، لكنهم بيتفاجئوا انها فاضية ومفيهاش فلوس. وبيستخبى سانتا كلوز وبيكلم ترودي وبيقول لها ان الوضع صعب، لان في مجموعة من المسلحين انضموا للعصابة، وهي بتشجعه انه يواصل القتال. وبتقع الدبلة من ايده وبيجري وراها، وبيلاقي المطرقة الحديد اللي كان بيستخدمها زمان، وبيدخل عليه الجنود وبيبدأ يحاربهم بالمطرقة وبينتصر عليهم. وبيرجع سكروج غضبان وبيسأل جيرترود عن الفلوس، وبتقول له ان محدش يقدر يفتح الخزنة. وهنا بيظهر رئيس فرقة الانقاذ وبتكتشف انه خانها وانضم للعصابة، وبيحارب سانتا العصابة بكل قوته وبيخلص عليهم كلهم. وهنا بيتدخل جيسون وبيقول لهم انه سرق كل الفلوس بتاعت مامته جيرترود، وبعت لها رسالة هدية في عيد الميلاد عشان تقراها بعد ما هو يسافر وتعرف انه انتقم منها وسرق فلوسها. وبتنجح ترودي انها تعور واحد من العصابة ببعض الخدع اللي بتعملها، وبتجهز مقالب في المخبأ بتاعها، وبتحاول واحدة من العصابة انها تقتل ترودي. وهنا بيوصل سانتا وينقذها ويقتل باقي افراد العصابة. وبيكشف جيسون للعصابة مكان الفلوس، وبيتفاجئ ان سكروج بيؤمر بقتل افراد الاسرة، لكنهم بيتحدوا مع بعض وبيخلصوا على القاتل. وبتوصل ترودي مع سانتا وبيحاول يخرجهم، وبعدين بيضربوا نار على العصابة وبيحاولوا ينقذوا جيسون وجيرترود. وبيهرب افراد العصابة المسلحين وبينقذهم سانتا، وبيطارد باقي العصابة. وبيظهر واحد من العصابة وبيحارب جيسون ومراته، وبيطارد سانتا سكروج وسط الغابة. وبتنجح مامة ترودي انها تخلص على الشرير وتقتله وترجع تاني لجيسون. وبيوصل سانتا لسكروج اللي بيعمل فيه خدعة ويوقعه من عربية التزلج وبيحاول يقتله. وبيفتح سكروج رسالة سانتا وبيلاقي اسمه من ضمن الأولاد الأشقية اللي كانوا بيكرهوا سانتا، وبيبدأ يهاجم سانتا وبينفجر المكان بيهم. وبيرجع سكروج يحارب سانتا تاني وبيضربه وبيجرحه وبيطلع خنجر عشان يقتله، لكن سانتا بيعمل فيه خدعة سحرية ويخلص عليه. وبعدين بيلاقي رئيس الإنقاذ الخاين بيضربه بالنار، لكن بتتدخل جيرترود وتنقذ سانتا. وبيتجمع الأسرة حوالين سانتا وبيحاولوا يلاقوا حاجة يدفوا بيها جسم سانتا عشان ما يموتش. وبيحرق جيسون الفلوس عشان يدفي بيها سانتا، لكنهم بيتفاجئوا انه مات. وهنا ترودي بتقول لهم انها بتؤمن بوجوده، وبيبدأ افراد الاسرة يقولوا انهم بيؤمنوا بوجود سانتا. وهنا بيقوم سانتا تاني وبيقول لهم ان ده سحر الميلاد الحقيقي. وبتوصل الغزلان وعربية سانتا وبيلاقي فيها لبسه المفضل والمطرقة الحديدية بتاعته، وبيودع ترودي وبيقول لها انهم لازم يسيبوا بعض عشان يروح لباقي الاطفال ويوصل ليهم هدايا عيد الميلاد، وان ايمانها بوجوده هو اللي انقذه. وبيسيبهم ويمشي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصل. الفيلم من بطولة ديفيد هاربر اللي بيقوم بدور سانتا، وبيفرلي دي أنجيلو اللي بتقوم بدور جيرترود، وجون ليجويز اللي بيقوم بدور جيمي. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في أمريكا.